هاد الأيام شاع واحد التصريح منسوب للشيخ علي جمعة كيقول فيه إلا كانت المرأة كتشرب الشيشة ولا كتدخن فالراجل خاصو يخلص ليها هاد العادة لأن من نفقاتها اليومية. وطبعا هاد الكلام دار الجدل بزاف والناس فرقات باللي موافق واللي معارض. وهاد الفيديو غير باش نعلق بهدوء وبدون تجريح ونوضح الصورة. اول حاجه خاصنا نفهموا ان الشيخ الا كان الكلام ديالو صحيح ومنسوب ليه فعلا راه غالبا كان كيهضر من ناحية فقهية بحتة بناء على القاعدة ديال النفقة كتكون على قد العرف وعادة الإنسان في المصروف ديالو. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو واش التدخين والشيشة كيدخلوا فعلا في الحاجات اللي مفروض الزوج يوفرها. وهذه النقطة هي اللي خاصنا نوقفوا فيها، واش الشيشة حاجة ولا عادة اللي مضرة. واليوم تقريبا جميع العلماء كيتفقوا أن الشيشة والسجائر مضرين بالصحة وتبذير للمال وماشي من الضروريات اللي المفروض الزوج يوفرها. بالعكس كاين اللي قال ان ترك التدخين واجب لان فيه ضرر كبير. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يستغربوا من هذا الراي، حيت الشيشه ماشي بحال الماكله ولا الضوء ولا الكسوه ولكن شي حاجه اللي زايده ومضره. من ناحيه واقعيه واش معقول الراجل يخصص من دخله باش يخلص نفقه الشيشه لمراته؟ وغالبيه الناس غادي يقولوا مستحيل، لان الطبيعي هو العكس، الزوج والزوجه كيتعاونوا بيناتهم باش يقلعوا من العادات اللي كضر صحتهم وفلوسهم وحتى الجو ديال الدار. المهم دابا ماشي النقاش على التصريح قد ما هو كيفاش نحافظوا على اسر صحيه ومتفاهمه ونبعدوا على كل عاده كتهلك الصحه والجيب والراحه. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش لايك واشتراك في القناه.